وفي العقيق اليماني الآن انضم إلينا تنين اليمن الكابتن عبد الله الحميري. حياك الله كابتن. الله يحييك. طبعا احنا نعرف سبب الاسم هذا ان شاء الله في اطار الحلقه باذن الله. إن شاء الله. وايضا الكابتن عبد الكريم الهجري، نورتنا يا عبد الكريم. بنورك يا. طيب بدايه ايش تنين اليمن، ليش الاسم هذا؟ والله يا الغالي تنين اليمن هو يعني بدا بعد ما بديت اكثر عروض يعني النار. فكنت اول ما اطلع فوق على المسرح فكانوا يشوفوا حق النار هذا حاجه يعني خرافيه. اي اشوف حتى الجمهور كله يقوم ويجلس وذا وصياح، فعجبهم هذا الفقره، فالكل خلاص طرح لي هذا الاسم تنين اليمن، فحبيت هذا الاسم رغم ان احنا بنسوي عروض غيرها غير حق النار يعني عروض كثيره، بس خلاص الاسم هذا اتفق على حق تنين اليمن وحبيت الاسم هذا. طيب اشراك نعرف المشاهدين ايش العروض اللي بتعملوها وايش اللي بتسووها بشكل عام؟ العروض اللي بنقدم حق اكل الزجاج، النوم على المسامير، تكسير الاخشاب على الجسم على جميع مناطق الجسم مثل الساق والاماكن الخطيره مثل الساق، المجانس، الرقبه، خلف الرقبه، الجبهه، جميع انحاء الجسم. طيب انا اشوف انه في النت، يعني انا ما قد شفت هكذا قدامي هتشوف احد اليوم، ياكل مسامير هتشوف اليوم ياكل على زجاج. شاهنا. بس ايش تسالك، يعني هل هو حقيقه انت لما تاكل المسمار ينزل لمعدتك؟ اي طبيعي. طيب يعني معدتك تتقبله كذا وتهضمه واشياء؟ والله الحمد لله يعني شيء طبيعي عندنا، شيء طبيعي. ما شاء الله، لا تمرح لنا الولد يا هلا. ما شاء انت الله. بتبصري الان معلش الزجاج والمسامير وكل شيء. طيب ان شاء الله تكون بس يعني انسان كذا زيك زينا، يعني ما فيش حاجات مختلفه. كلنا نفس بعض، ما في اي مشكله، بس لا في يعني كذا من الله، ما في اي مشكله، حتى الاضرار معدتك الحمد لله حجرية ما حصلت يعني تتقبل. اي اضرار. الحمد لله يعني جميل. ما شاء الله. طيب عبد الكريم، انت بتساعد التنين ها؟ ايوه ايش بيكون عملك بالضبط؟ انا اساعده مثلا اكسر فوق الصبيات، نعطف له حدايد انت الاسياخ. بتكسر فوقه يعني؟ ايوه تحط بزل. بالمطرقه. ايوه بالمطرقه. ما شاء طيب الله. خلينا ما ندردش معاهم كثير يا محمد. طيب خلينا نشوف احد نشوف العروض ايش اعملوا، حقكم. نشوف ايش حتعملوا لنا يا عبد الله. ايوه تفضل. اسوي لكم حق اكل الزجاج. يلا نشوف، تفضل. بقيت بخلي معنا تفضل هذا عادي. طول الحلقه، تفضل. طبعا راح الكريم يجيب لنا الزجاج. الزجاج يعني. والله ان شكله من جد بياكل الزجاج يا محمد. طبعا انت الان تشتري الزجاج جاهز تاكله ها؟ هذا كذي وجبتك. المعلومه طبعا الزجاج ما حاد يعني. سموم، ما هي اكيد ايوه حاد. حاد، وثاني شيء السم اللي داخله. حق صحيح. خلي المايك معك لين تجي تتكلم. بسم الله تشتري معه عشان خلاص. تبلع، لا أوكي، تشتري تفضل الماء. يلا. يا ساتر. في لك عصير يا عبد الله بدل الماء. يا سلام. همبرجر هذا يا محمد. يا هنا يا هنا. ما شاء الله. شاورما. ما شاء الله. هذاك زدت عانقنا يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سؤال. طيب خذ المايك يا عبد الله. الزجاج هذا اللي انت تاكله كذا اسمعك انك جالس تهضمه ما شاء الله بأسنانك كذا. بتلذذ به. ما بتشترغش، هي زجاجه بتنزل للحلق ما بتشترغش. لا طبيعي الحمد لله طبيعي. ولا المعده بتتجرح من الزجاج. اللهم الحمد طبيعي يعني ما حتى ما ما شاء حصل لي الله. شيء اضرار. طب ما ما شاء صار الله، لك ما شاء يعني اضرار سابقه؟ ما دخلت في مستشفيات يا اخي الزجاجه صلي على اللهم النبي. الحمد لله. طيب لما تعمل الحركات هذه في حفل معين اكيد يعني في الاحتفالات واصل. بتبدا. طيب كيف بيكون ردة فعل الناس؟ يعني انه بتكون زجاج ولا على المسامير ولا؟ والله ردود الناس اكيد بيستغربوا، يقول لك ايش بيسوي، مش مصدق الان اننا بناكل الزجاج.
انا الكل مش مصدق، حتى الان بيشوفوا ما حد بيصدق. لا يصدقوا انا ما حد بيصدق، جنبه حتى ان في المهرجانات لما ننزل على المسرح يجي يقول لك انت ما تاكل، انت كذاب. يقول لك ما بناكل قدامك، فهمت؟ ويقول لك ما بتنزله بتخبيه، خليه يجي يشوف. طيب كل حاجه بسيطه وشوف فتحنا في ما كنا نشوف عاصر بلدي بيقول انك بتخبيه. هذا هو. ما شاء الله. هذا طبعا ينزل. اكيد. طيب طيب شوف ما انا خليني اسال يا محمد، انت قد رحت ما شاء الله. للمستشفى يعني وفحصت كذا وقلت للدكتور نوع معدتي ايش؟ لا قال والله لك طبعا في ناس كثير كلموني على اساس الفحص، بس ما رضيت اروح. ليش؟ ابدا. مش قضية يعني في مشاكل او شيء، بس يعني اخاف. هو مش قصة مشاكل، بس احنا نشي نعرف نوع المعدة اللي معك ايش هي. تخاف تكتشف حاجه وبعدها تتاثر. هو انا اخاف من هذا الشيء، لان هذا اللي بنسويه، اللعبه هذه اللي بنسويها اعشقها يعني. يعني الحمد لله صحتك سليمه اللهم لك الحمد اللهم لك. وامورك طيبه الحمد لله. طيب كيف اكتشفت انك بتعمل هذه الاشياء؟ والله من ناحيه الاكتشاف هذا، انا كنا بنلعب يعني رياضه، كنت اشوف المسلسلات والرياضيه، فعشقت هذه اللعبه من صغري، فبديت اتريق، وبعدين دخلنا في الكونغ فو، شاركنا بطولات وذا. بعدين تطورنا هنا هي مرتبطه في الكونغ فو، بس يعني لما يكون الجسم تعود على قوه، يعني تمرنت وذا، يعني وصلت لمستوى، يعني مستوى معين، يعني مثل انك تقدر تتحمل اي ضرر. فبعدين شفت هذا العروض بيسووها في عروض خارجيه في اليوتيوب بتشوفها يعني. شفنا في هذا، فبديت دخلتها عقلي اني العروض هذه عشقتها خلاص. ما شاء يعني الله. زي شفت الواحد لما يشوف حاجه من بعيد عجبته خلاص ما بلا يشتيها، حلو. فانا خلاص دخلتها في راسي وبديت اطور فيها. جميل. نرجع عند عبد الكريم. عبد الكريم، ما انك بتشاركه معه في هذا الاحتفالات وهذا العروض الخطيره، طيب انت فكرت انك تعمل ساعه؟ بتاكل زجاج؟ اكيد يعني بناكل بعض الاحيان معه، نساعده وناكل بعض الاحيان، بنلعب عروض جمباز، هذا اي حاجه. طيب ما قد لانك بيكون عملك حساس، خصوصا لو تغلط في شيء ممكن تعور عبد الله. اكيد. قد حصلت هذا الشيء وانك؟ الحمد لله لحد الان ماشي. الحمد لله. الحمد لله. طيب انواع العروض اللي انت تقدمها غير انك زي ما قلت لي تكسر بلوك فوق عبد الله، يعني الله يعينك يا عبد الله. نلعب جمباز، حركه جمباز، نلعب اساليب، نلعب. طيب كيف لما اكتشفت انت من نفسك انه عندك هذه الموهبه؟ والله كنت يعني اشوفهم بالتلفزيون وهذا، ورجعت سرت النادي، قدمت ودخلت لعبت لعبه الوشو كونغ فو، والحمد لله طورنا ووصلنا لهذا المستوى. يا سلام. طيب اكثر لعبه بيطلبوها منكم في الاحتفال او في المكان اللي بتسيروا ايش بالضبط؟ العاب القوى مثل النار، السكين، المسامير. يا لطيف. سكينه؟ السكين يس. كيف يا عبد الله السكين؟ الان كيف ايش السكين؟ ناكلها؟ يقع الان عاد تشوفوا الان. طيب معانا احنا فيديوهات، بالمايك لو تكلم بالمايك، احنا معانا فيديوهات لكم وانتم بتلعبوا النار والسكين وهذه الاشياء. في حق السكين نشوفها. في عروض هنا في اليمن وفي خارج اليمن. جميل. اذا نشوف الفيديوهات ثم نرجع معك يا عبد الله، نتابع يا شباب. طيب عبد الله، الشيء هذا اللي كان ما شاء الله. ايش هو محمد سأله؟
هذه اسألي، تفضلي تفضلي يا الشيء هذا اللي انت بتشربه ايش هو؟ اصلا قلت اللي تجاوبنا يشربوه ما هذا قدرنا غاز. ساكتة. غاز. غاز. أي. طب يعني ما فكرت انه اذا انت بتشرب الغاز بيدك النارة تغلط يا اخي وتحرق؟ والله ما الحمد لله بتحصل شيء، اهم شيء انت بتسوي العرض اصلا وانت مركز. طيب انا شفت فيديوهات زي هذا اللي بيلعبوا بالنار، وشفت انه حصل خطأ ما شاء الله ولع فيه. تحصل اخطاء بس في بتكون حذر أنت يعني. اكيد الحذر اكيد، بس وثاني شيء المرجع كل شيء لله يرجع. لطف البارحة. لطف طب البارحة خلينا كل شيء. نشوف عرض ثاني. نشوف يا محمد، عرض ثاني لك يا عرض عبد الله، ايش حتعمل؟ عبد الله عبد أيوة. الكريم. نسوي له حق الان حق اكل المسامير. المسامير، يلا نشوف. طيب اكل زجاج قلنا تمام، بس مسمار. طيب بس لو توري المشاهدين في يدك، امسك بيدي، مش كذا، أيوة. امسك بيدك يعني. ايوه كذا مسامير. إيه. لحظة شوية بس. هذا هو أيوة. المسمار. هذا المسمار. طيب يلا. يلا. واضح واضح. ما شاء الله. يا لطيف. ما شاء الله. واضح مسمار انك بلع بس بالعافية. ما شاء الله. لا تفضل، بس انت لك ما تقدر اسكت جيبها للمسمار. طبعا ما اجربش يعني، مستحيل اجرب، بس اشوف مسمار حقيقي يعني. مسمار يعني شوفي، مسمار فعلا يعني وحاد ما شاء الله، بس كلهم مش عارف. اجرب يا عبد الله. انا شدي لك الماء يا محمد، انت جرب شدي لك انت الماء. علي جلبه. طيب موجود كل حاجة. ما شاء الله. طيب، خذ الماء يا المايك. عبد الله. يعني ما شاء الله يا عبد الله، الزجاج والمسامير، كم لك فتره وانت على هذا الحال؟ لي من اول ما بديت العروض تقريبا ما يقارب 7 أو 8 سنين. ما شاء الله. ما شاء الله 8 سنين وانت تلعب هذا العروض. اول ما بديت العب ودخلت المهرجانات كفرقه خاص بي انا. طيب موهبتك هذه اللي هي عندك انت، وين تطمح تكون؟ وين تطمح توصل لها؟ اطمح العالم كله. وصل ما العالم قد كله. يكفي طيب من فكرت تشارك يا عبد الله في برامج خارجيه، يعني زي برامج مواهب لهذه الاشياء؟ والله شوف حاليا وفكرت من قبل، بس بدنا نشوف ان هي ما هي مقبوله عند البرنامج نفسه. إن حصلت مره شفت العرض واحد تقريبا جزائري او ما ادري ايش، فاول ما طلب العرض رفضوه لانه فيها على خطوره طول. وفيها أي. خطوره. رفضوا على طول، فانا قلت ليش عاد اروح وانا اقدر عارف انه هو مرفوض. جميل. احنا بنواصل معاكم، بس ايش طيب. بنسوي يا محمد؟ نروح فاصل، نواصل معك عبد الله وايضا عبد الكريم، ومعنا مشاهدينا ما زالت الالعاب مستمره والعاب القوه مستمره مع تنين اليمن، ولكن اسمحوا لنا فاصل قصير ونعود. لا تذهبوا بعيدا، اكيد ابقوا معنا. ابقى معنا. العقيقة اليماني، نعود مجددا مع التنين عبد الله وايضا عبد الكريم الحجري. نورتونا في يمن كافي مجددا. وقفنا عبد الله، يعني كيف تفعل هذه الحركات والازجاج والمسامير وهذه الاشياء ما شاء الله، ومتعود انت قد لك فتره قلت على هذه الاشياء. اي الحمد لله كل شيء تمام، وفتره يعني ما هي يعني فتره بسيطه، يعني اكثر من 7 سنين ما شاء الله 7 ونسوي سنين. عروض اكثر من هذه، ما هي هذه فقط. طيب ايش العروض اللي بتعملها اكثر؟ باقي حق صعود السيارة من فوق الجسم، عندك حق سيارة تمشي من فوق جسمك أكل الفحم. وعظامك تظل سليمة يعني؟ الحمد لله. ما شاء الله. أكل الفحم، عندك أكل اللحوم الني، عندك تكسر الصبيات على الجسم. طيب ايش رايك يا عبد الله؟ خلينا يعني كذا نكسر الروتين الممل هذا والهدوء، ونشوف تعمل لنا عرض هكذا يعني قوي. نسوي لكم عرض. ايش حتعمل لنا؟ ايش باقي نقول هو معك؟ بيقول بقى كسر حاجة فوقك، انا اشوف ايش حيكسر فوقك. حق التكسير نشيل نخليه آخر شيء. خلي الاخير تمام. ايش معك طيب من عروض يلا ثانيه؟ نسوي حق تعطيف الأسياخ. يلا تمام، يلا نشوف. بس تعالوا لهنا. لو تجوا شلوا ادواتكم وجوا عندنا. ادواتكم جو عندنا.
هذه خشبة اللي بيخرجها يا محمد؟ يعني ما شاء الله وأسياف. بيجهزوا الادوات والخشب والسكاكين والعمليه عمليه ما بتصفى. الله يستر. بسم الله. حديده ما شاء الله. يمسك لك. امسك انا. ها ما شاء الله. ايش تسوي؟ خليه ايش يسوي. ما شاء الله. اوه ماي جاد طقني. يعني عطاء ما شاء الله وبسلاسه جدا يعني ما فيها صعوبه. الله بوجهك. يا الله انت وجهك. يمتزق وجهك. لحظات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافيه يا عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. امانه لكن امانه يعني خلينا نكون صريحين مع بعض، ما وجعت نفسك؟ ما بتألمش ابدا. اصلا ما شاء الله. لما تتمرن فانت فالمايك يا لو عبد الله. سمحت. يعني اقصد لما تتمرن فانت تحصل على قوه داخليه. في اخرتهم يقول لك القوه الداخليه والقوه الخارجه هذا، والقوه اللي تخرج بداش يشوفوا على الافلام اللي تخرج الطاقه هذه. ايوه. يفكروا يعني حاجه، بس القوه الداخليه فهمت؟ مهم. والقوه الخارجه هذه هي والعزيمة الذي أيوة معك تجي ما في شاء الجسم. الله. أنت لما تتمرن تحصل على القوه الداخليه هذا، يعني عندك قوه تحمل، ما هي قوه تخرجها طاقه ومدري ايش زي اللي بيفكروها قوة تحمل يعني. اي قوه تحمل. طب ما شاء نرجع الله. لعبد الكريم يا عبد الكريم. محمد نسأله عن التمارين اللي هو كمان يتمرنها. تمارين قتالية مهم. واستعراضية. بتكون دائما. طيب انت ما بتخافش لما تعمل مع عبد الله هذه الحركات؟ ماشي يعني قاعد احنا متعودين اصلا، قاعد حاجة طبيعية نفعلها. ما بتخافش انك ايضا تعوره ممكن تغلط ممكن لانه انت بتكون حلقة الوسط، اذا هو غلطت في شيء أكيد معين لكن- ممكن تعوره. هو اكيد صح، لكن ربك خارج من عنده المخرج. بعدها ما شاء قاعد يعني حاجة طبيعية، قاعد قوة التحمل عنده كبيرة، ما شاء الله. مش شيء طبيعية. جميل. احنا قبل الفاصل سألنا عبد الله لوين حابب يوصل بالالعاب حقه وايش هي طموحاته. خلينا نسألك انت يا عبد الكريم. انا ان شاء الله يعني طموحاتي اني اكون بطل عالمي في لعبة الوشو كونغ فو. في الوشو كونغ فو. ايوه حلو. شاركت دخلت نادي معين؟ ايوه، نادي الاتحاد لاعبين احنا منتخب. لعبت تلعب في المنتخب اليمني أيوة. الوشو كونغ فو. ايه يعني تدربت على يد محمد الاشور ولا فتحي ولا عبد السلام لمن؟ احنا تدربنا مع الكابتن امين مسعود مدرب المنتخب اليمني، ومع الكابتن رمزي الصوفي. حلو ما شاء الله. مفكر توصل باذن الله توصل بطوله في الخارج وتحقق ميداليه ذهبيه اكيد ان شاء الله، معانا اكيد. باذن الله. طيب شاء يا الله. عبد الله انت ايش اسالك سؤال هكذا، انت تفضل. اكلك طبيعي زينا؟ طبيعي شربك طبيعي زينا يعني ما بتاكل لا، حاجات طبيعي. هكذا ثانيه غير حقنا كذا بدك اكل القوة؟ الزجاج. لا الاكل طبيعي. هو اكثرتهم يقول لك كذا بتاكل طبيعي ولا بتاكل خلاص بده هذا اكل طيب جسمك يحتاج تغذيه معينه راح تستحمل هذا الاشياء. زي اي واحد. تاكل أبا. زينا يعني الاكل لكن الطبيعي أقصد- العادي. اقصد الاكل يعني وجبات معينه الفواكه الاشياء بكثره بتتناولها بحيث انه يعطيك طاقه. هو من ناحيه الوجبات طبيعيه زي اي شخص عادي. طيب احنا معنا لك فيديوهات يا عبد الله، عروض ثانيه عملتها نشوف العروض ونرجع ندردش معك مع عبد الكريم. نتابع يا شباب.
ما شاء الله يا عبد الله اللي بتعمله شيء صراحه خرافي. طيب ايش رايك الذي عملته الان انت فوق المسامير؟ شفناك فوق المسامير، ايش رايك نشوفها الان على الهواء؟ ايش رايك؟ عادي ما في تسجيل ذاك مشكلة اللي نسوي شفناه هون. هناك نشوفه الان بث مباشر عادي على نسوي. الهواء. يلا نشوف، تفضل. تفضل. جيب العده حقك. بس هنا قرب لو سمحت. ايوه. ايوه تفضل يا عبد الله. هذه على كلها موضوع مسامير يا عبد الله. تفضل. طبعا حسب المشاهدين يتاكدوا انها مسامير يعني. أوه. كده حادة العين. جدا وحادة جدا، مش هي مسامير عادية، مسامير من الصلب. سكينة دي. يا الله سهل. يلا. يطلع. ليش لكن ربي محمد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نشوف حق البلوك اللي كسرتوها، نشوف حق البلوك. باقي حق البلوك نشوف. ما شاء الله يعني. مسك مطرقة يا محمد. المطرقة أنا شايفة ثقلها قد إيش؟ المشكلة مش في المطرقة، المشكلة إنه يحط البلوك فوق الجنبية هنا. النظارة والسكينة في حلقة. وشفتي حق المسامير يا عبد الله لو تقرب هنا قربوا لنا عندنا، هنا قرب للوسط. شوف يا حنان لما شفناه عمل يا عبد زيد الله. يا عبد الله، زيد قرب عندنا يا زيد. اوكي شفناها، شفتي المسامير الصلبة اللي لما جلس الجنبية. تفضل. الله يستر. يا الله رقبتك يا عبد. أنا أحس إنه بنخرج. يا رب تستر. لا لا Oh my god. كمان عاد عايز تحط البلوك. لا رعب اليوم، رعب يا حلال. الاقوياء فقط اليوم الحلقة. يا محمد. الحلقة اليوم الاقوياء فقط. طيب لا مشان. واحد يمسك واحد لك من البلوك الشباب هنا. بس المصورين لو يدخل يمسك مسك معاه. البلوك من هنا. واحد من الشباب امسك معي لو امسك سمحت. البلوك. يا هنا. يلا استر يا رب. خرج الآدمي من عندنا حي، ما نشتيش يخرج من خلص عندنا معك ميت. يا انتبه. يا الله يا الله. رقبتها كمان اشيل الجنبية. طيب مش الله الله يستر. شو الخطورة الآن لما تكون واحدة فقط احنا البلوك. راضيين من دون جنبية، شيل الجنبية بس. بسم الله يا رب. تبي يدك. انتبه رقبتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء شوفها الله. حي، شوفها حي. ما شاء حي الحمد لله. ما شاء الله عليك يا عبد الله، ما شاء الله. الحمد لله على سلامتك. صراحة ما شاء الله المشاهدين يصلوا على النبي والحضور وكل هذه بيشوفوا. صراحة عرض مشوق وأيضا مخيف يا. صراحة عرض مشوق وعرض مخيف. صراحة أنت خوفتنا يا عبد الله، احنا خفنا عليك صراحة. ما يعني عادنيش قادرة أتكلم. الذي بيكونوا في الاحتفال بيشوفوك الله يعينهم، حيسوا على أعصابهم من الرعب هذا أنت فعلت لنا هذا الحين. ما مصدق إنك للآن حي. هذا طبيعي. طيب المايك يا عبد امسك الله، المايك. هذا شيء طبيعي. هذا الشيء الطبيعي. طيب كلمة أخيرة لك يا عبد الله. طبعا احنا نحذر المشاهدين، مش أي شخص تجربوهاش. يعمل هذا الحركات. عبد الله شخص محترف وقد له سنين طويلة بيعمل هذا الحركات، مش يقوم أي شخص يقلده بالزي ونبصره الله وقد بفعل ساعة. أطير الرقبة. ما مش أطير أصفاد هذا الشارع. الحركات. كلمة أخيرة لك عبد الله. الكلمة الأخيرة هي طبعا موجهة لدولتنا، يعني مش يوم بس اللي يهتموا بالمواهب فقط.
يا سلام جميل. لأنه المواهب في اليمن محطمة بشكل ما تصور. إذا عبد الكريم برضو كلمة أخيرة لك. نفس الكلام حقه، يعني يشوفوا لنا اهتمام، يشوفوا لنا دعم للمنتخب حقنا. المنتخب حقنا يعني تحت الصفر، لا إمكانيات نلعب ولا حاجة. إذا نتمنى لكم كل التوفيق عبد الكريم وعبد الله تنين اليمن، كل التوفيق لكم، وإن شاء الله إنه ما يحصل لك شيء بإذن الله في العروض اللي بقدمها بإذن الله. حفظك الله يا عبد الله. وأيضا مشاهدينا مثل ما قلت لكم، مش أي شخص يعمل هذا الأشياء. عبد الله إنسان محترف، ما يعني لا حد يعني يتهور. لحظة بس دقيقة، أنا لو قلت إن الجنبية هو بيجيبها من عنده كذا رطبة ولا حاجة ما هذا كنت أخذ بصدق. جنبيتين. بس أخذ جنبية محمد وهي فعلا سكينة حادة. صحيح يعني. إذا مشاهدينا نكون بهذا وصلنا لختام يمن كافي. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. إلى الملتقى. كنت معكم أنا محمد مفتاح وزميلتي حنان فازع. دمتم ودام الوطن بألف خير. في أمان الله.